أنا خلية دم بيضة، البادي جارد اللي حميك ليل ونهار وأنا واقف فوق شريانك العظيم ده. الدنيا هنا أمان طول ما أنا صاحي. احنا مش مجرد خلية، احنا جيش كامل، في مننا الأكيل وفي القناص وفي اللي بيخطط، وكلنا هدفنا واحد. مفيش مايكرو بيعدي بسلام. شايف البكتيريا دي؟ فاكرة نفسها داخلة فرح، ما تعرفش إن الكرش ده ما بيشبعش. تعالي يا حلوة، لقمة هنية تكفي مية بكتيرياية في بطني. لو عجبك الشغل اللي بنعمله في الميكروبات دي، ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتدعم جيشك الداخلي عشان نفضل مسيطرين على الوضع هنا. الموضوع مش سهل يا جماعة، بنحتاج تدريب شاق في نخاع العظم عشان نطلع وحوش. احيانا الميكروب بيحاول يتذاكى ويلبس قناع، بس انا عندي حاسه سادسه، بشم ريحه الفيروس من على بعد فدان. مفيش استهبال عندي خالص. احنا الخلايا الوحيده اللي عندها رخصه التهام، ناكل وننظف المكان ولا كأن حاجه حصلت. نظافه وجمال وتدمير شامل للاعداء المستفزه دي. لما بتسخن ده بيبقى معناه اننا مولعينها خناق جوه. الحراره دي عشان نحرق الميكروبات، يعني لو سخنت افرح، انا قايم بالواجب وزياده. في الاخر احنا فداك، بنعيش ايام قليله بس بنسيب ذكرى بكتيريايه ممسوحه من الوجود. حياتنا قصيره بس مليانه اكشن وهزار وقت الجد. تفتكروا مين اقوى فينا، الاكيله ولا القناصه؟ انزلوا قولوا لي في التعليقات ووروني بتشجعوا انهي نوع من جيشكم الابيض القوي ده يا بطل.